عارف هو تايه كده ليه؟ عشان بدأ يذاكر المنهج من غير ما يأسس نفسه صح. الكيمستري من المواد اللي مبنيه على بعضها. فكره ان انت تدخل على منهج ثالثه ثانوي من غير ما تراجع الكلام اللي انت اخدته قبل كده في الكيمستري ومراجعه كويسه، ده يخليك على طول تايه طول السنه. علشان كده عملنا لك كورس تأسيسي. الكورس التأسيسي ده هيبقى فيه حاجتين. الحاجه الاولانيه بنراجع على كل معلومات الكيمستري اللي خدناها قبل كده ومراجعه مستفيضه. كمان بحاول اعلمك فيه ازاي تذاكر صح عشان تبدا بدايه قويه جدا ورجليك ثابته طول السنه. لما تأسس نفسك صح من الاول تلاقي نفسك باذن الله ماشي طول السنه بثبات شديد جدا جدا جدا. على العكس تماما لو دخلت في المنهج على طول هتلاقي نفسك دايما مشتت ودايما مش عارف راسك من رجليك. وانا دوري ارتب لك البدايه، مش بس اشرح لك كيمستري، لا همشي معاك خطوه بخطوه تبدا منين وتذاكر ازاي. الكورس التأسيسي مش مجرد خطوه وخلاص، لا ده سلمه اولانيه لو بنيتها صح تقدر تمشي طول السنه ان شاء الله وانت منتظم وثابت جدا جدا في المنهج. علشان كده نصيحتي ليك ابدا صح وهتلاقي السنه كلها مشيت مظبوط جدا ان شاء الله. وعلشان انا مهتم جدا انك تبدا السنه صح وانت متاسس مظبوط، عملت لك الكورس التأسيسي في اساسيات الكيمستري اللي لا غنى عنها في اي منهج كيمستري في الدنيا، زي مثلا بالانسنج كيميكال ايكويشنز، زي ازاي تكتب مولكيولار فورمولا صح. واكيد طبعا هنضيف كمان الفروقات بين الاسيدز والبيزز، انواع البونز المختلفه، وعناوين تانية كتيره من اللي بتلخبط الطلبه. من ناحيه هو محتاجها في ثالثه ثانوي جدا جدا جدا، ومن ناحيه غالبا بيكون طالع ناسيها تماما من السنين اللي قبل كده. اخر الكورس التأسيسي عامل لك امتحان بحيث انك تقدر تحدد انت فهمت ولا لا، تقدر تحدد اخطائك فين وتعالجها بدري على طول. وده النظام اللي احنا هنستمر عليه طول السنه ان شاء الله. عشان كده بادئ معاك فيه من اول الكورس التأسيسي، تذاكر الجزء كويس جدا وتمتحن عليه، شوف اخطائك وتصلحها. هو الانسان لازم يمشي كده، يشوف اخطائه فين ويصلحها من البدايه، ما يستناش لاخر السنه وبعدين يفاجئ باخطائه عامله ازاي. من اول يوم بنبدا نعرف اخطائنا ونصلحها على طول، وبكده تكون وقفت على ارض صلبه من اول يوم وتقدر باذن الله تكمل بثبات لاخر السنه. وده اللي بيميز الاونلاين بتاعنا عن اي اونلاين تاني. فيديوهات الكورس التأسيسي هتلاقيها متاحه على القناه بتاعتنا على اليوتيوب في اقرب وقت ممكن. تابع البيج بتاعتنا عشان اول ما تنزل تبقى اول واحد تشوفه ان شاء الله. اشوفكم على خير يا ابطال.